ركل بشكل واضح تجاه المهاجم تاع المغرب تاع الاولمبيك اسفي عفوا، وبالتالي كاينه ركله جزاء مشروعه الاولمبيك اسفي ما تعلناتش من طرف الحكم. فقبل ما نشوفوا التتمه ديال الفيديو الاخوان الله يخليكم ما فيها بس انك تشترك في القناه، ماشي غير كتشوف، يعني الاغلبيه 90% كيشوفوا وكيمشيو وما مشتركينش في القناه. حنا كنديروا مجهود باش كنجيبوا لكم جميع الاخبار، يعني كنديروا مجهود كبير، فما فيها بس لا اشتركتي ولايك الفيديو باش كيطلع يعني يشوفوا الناس الجميع. بخصوص رضوان جيد، حنا كجماهير متتبعين شنو يعني غادي نستافدوا من الديكلاراسيون ديالك والاعتراف ديالك بان الحكم ظلم اولمبيك اسفي ولا اي فريق اخر؟ شنو غنديروا بداك الاعتراف؟ لان في الاول والاخير ما تسيفلاش ضربه جزاء، في الاول والاخير الحكم والعصبه الفاشله والمديريه ديال التحكيم كتساعد نهضه بركان باش تاخذ البطوله الوطنيه. ما خليتوش الشك للجماهير المغربيه، ما خليتوش ادنى شك انه ولو شويه داك الباسيس ديال الشك انه شي مغربي انه البطوله ما بغيش يعطيوها نهضه بركان، لانه الامر يتعلق بفريق اسمه نهضه بركان ديال رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي هو فوزي القجع. فبالتالي طبيعي جدا اننا نشكو، طبيعي جدا كوننا يعني جماهير مغربيه مغاربه اننا نشكو. عادي، ما تقولش لي لا انت غير كتوهم مؤامره، لا غادي نقول لك مؤامره ومن حقي اني نشك مادام كتعلق المساله كتكرر ضد فريق اللي هو نهضه بركان. ما عمر بيلانتي تعلن ضد نهضه بركان، يعني مش حال هذه سنوات، اكثر من موسم ونصف ما تعلنت يعني ضربه جزاء ضد نهضه بركان. فنهضه بركان تعادلوا وكانوا يعني كانت خساره يعني مستحقه لفريق نهضه بركان، ولكن مساعده السي القزاز يعني تعادلوا مع اسفي. فنشوفوا تتمه الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وحده في الماتش ديال النادي المكناسي مع الجيش الملكي، وحده في الماتش ديال النهضه البركانيه مع فريق اولمبيك اسفي. يعني نبداو معاك بالماتش ديال النادي المكناسي مع الجيش الملكي. في الوقت بدل الضائع البارح فريق النادي المكناسي سجل هدف اللي هو الهدف الثالث، ولكن بعد العوده الى غرفه الفار اللي كان فيها عبد المنعم بسلام وعبد الحق المستغفر اللي تكلموا مع الحكم نوف النشيط اللي مشى شاف اللقطه والغى الهدف ديال النادي المكناسي. جمهور ديال النادي المكناسي ولا كذلك صحافه ولا بزاف محللين تيقولوا بان الهدف مشروع. انا اليوم نبغي نعرف الراي ديالك كمدير المديريه المركزيه للتحكيم، الانتربريتاسيون ديالك لهاد اللقطه هذه. هو اولا السي عزيز اذا بدنا نهضروا على اللقطه كلقطه خصنا نهضروا على دو شوز. كاين شقين، كاين الشق ديال الملعب وكاين الشق ديال الفار. بالنسبه للشق تاع الملعب خصنا نعرفوا بان القانون كيقول لك بانه اي فريق ما خاصوش يستخدم الخطا ديالو، وبالتالي لما كيكون عندنا واحد الخطا اللي سابق الهدف خاص الفريق ما يستفدش من هذاك الخطا ديالو، بالتالي الهدف خاص يترفض. ولكن هنا الى الحكم تبين لي هذا الشيء على ارضيه الملعب وصفر الخطا في الوقت ديالو. لكن الحاله اللي عندنا البارح هي انه الحكم ما شافش الخطا ولا بالنسبه له هو احتكاك عادي هذاك وخلى استمرار اللعب، ومن بعد ما الكره مشات ورجعات وخدات واحد الوقت وتسجل الهدف هنا عاد حكم الفار ناداه. هنا غيخلينا نهضروا على واش البروتوكول الفار تحترم، واش البروتوكول الفار سيتادير عنده الحق انه يدخل في هذه الحاله وينبه الحكم باش يجي يشوف الحاله دوزيام فوا وياخذ قرار اللي هو اما التاكيد تاع الهدف ولا رفض الهدف. هنا الحكم تاع الفار غلط. علاش؟ باسكو عندنا في الفار عندنا واحد الحاله اللي كنهضروا عليها الاي بي بي، هي الهجمه لما كتكون عندنا هجمه بدايه الهجمه اللي كتكون غاديه. هنا للاسف انه باش نقدروا نرفضوا هذاك الهدف خاص تكون عندنا واحد لامباكت ايميديا مور على هذاك الخطا، سيتادير ان اللاعب ارتكب واحد الخطا مباشره استخدم الخطا ديالو جاب هدف. ماشي هي الحاله اللي عندنا البارح. الحاله هي انه الكره مشات وجات وهذا وخدات واحد الوقت، وبالتالي ما كانش على حكم الفار انه ينادي على الحكم لان تبدلت ولات ان دوزيام اكسيون. وبالتالي الى نهضروا على البروتوكول الفار هذا مشروع، ولكن لما نادى على الحكم باش يجي يشوف اللقطه، الحكم هنا كياخذ القرار حسب القوانين اللعبه وماشي البروتوكول الفار. وبالتالي هنا سوا ديزون الا بغينا نديروا لنا شويه درك شنو اللي صحيح هو انك دير بروتوكول الفار. خاص الفار ما يتدخلش، هذا هو الصحيح. فات الوقت. اذا الهدف كان خاصو يتحسب.
خاصو يتحسب سويت لافار. ولكن الا كنهضروا على لوا جو، الا نتصوروا هذا الماتش ما كاينش بالفار، واش غنقول بانه هذاك الخطا ما كاينش؟ لكن خاصو يتصفر، الا ما كانش الفار خاصو يتصفر سور بلاص، خاصو يتصفر في الفار. خاصو يتصفر. ولكن لو بالون ايتي ريكوبيري بار لي جوار ديال الفار. هادشي اللي شرح ريكوبيري سي بارابور للبروتوكول ديال الفار، ولكن بروتوكول لي لوا دي جو نو. داكشي علاش كنقولوا دابا في التقدير ديالنا حنا بانه المشكل اللي كان وقع هو انه الحكم تاع الفار غلط في المنادات على الحكم، لانه تبدلات لاكسيون تعطلات بعدا، لانه حتى في هذا الاي بي بي سي كوا لا لوجيك ديالها. لا لوجيك ديالها هي انه لما كيتذكر واحد الخطا، واش الفريق الخصم استطاع انه يرجع ليه ليكيليبر ديفونسيف ديالو ولا لا. هنا الا ردينا البال بانه اللقطه مشات وكانت قذفه ورجعات، ولي جوور تاع الجيش كلهم رجعوا في ليكيليبر ديالهم ديفونسيف، وبالتالي كما قلتي واحد الفتره كاع كاين واحد اللاعب ولا جوج لمسوا الكره تاع الجيش واخا ما كانتش واحد لا بوزيسيون اللي هي كبيره. وبالتالي هنا نورمالمون اللي خاصو يدار هو خاصنا ما نناديوش على الحكم ونقبلوا المشروعيه ديال الهدف تاع النادي المكناسي. اوكي، وشكرا سي جيد على الصراحه ديالك وعلى الشجاعه ديالك اللي معهوده فيك، برافو ليك. الله يحاسب سيدي الحاج. واضحه الامور في هذه اللقطه. غادي ندوز معك اللقطه الثانيه في اللقاء ديال النهضه البركانيه مع اولمبيك اسافي، تقريبا في الدقيقه 23 كنظن المساوي مع ساماكي، في لقطه اللي حتى هي دارت بوليميك ديال واش كاين بينالتي لفريق اولمبيك اسافي ولا لا، في لقطه اللي ما تدخلش فيها او دخل فيها غرفه الفار وما نادوش على الحكم بوسليم، ما ناداش على القزاز باش يمشي يشوف اللقطه. واش هذه اللقطه من خلال الاعاده من خلال الزوايا اللي عندكم تستحق انه يتعلن فيها على بينالتي ولا لا؟ باش نحسموا كاينين جوج الحوايج عاوتاني لا ميم شوز. هو كاين القرار تاع الحكم، باسكو حنا هاد الخدمه كلشي اللي خدمنا من بدايه الموسم حتى لهنا كان انسيتيو لي زاربيتر انهم خاصهم يرجعوا للاربيتراج بازيك، سيتادير لاربيتر ان دوا با طوندر لا ديسيزيون تجي من عند الفار، باسكو اون ديسيزيون بحال هكذا باش نكونوا صراحه سي با اون ديسيزيون ديفيسيل بالنسبه للاربيتر دو تيران. برافو. وبالتالي هنا خاصنا لا ديسيزيون تجي من عند الاربيتر بوتيتر لونغ فيزيون ديالو كاتشلو انسي دو سويت، سا بو اريفي لانه سير اون فراكسيون دو سكوند تقدر الحكم ما ينتبهش لحاجه، ولكن الفار كان من الواجب عليه يدخل لانه كاين ركل بشكل واضح الى المهاجم تاع المغرب تاع الاولمبيك اسافي عفوا، وبالتالي كاين ركله جزاء مشروعه. الاولمبيك اسفي ما تعلناتش من طرف الحكم، وكذلك ما تاتش المنادات من غرفه الفار على الحكم باش يقدر يعلن على ركله جزاء صحيحه الاولمبيك اسفي. شكون اللي كيتحمل فيها المسؤوليه اكثر، الحكم ديال الوسط ولا ديال الفار؟ هو صحيح انه لا، هما بجوج كيتحملوا المسؤوليه باش نكونوا واضحين، يعني خطا كبير، ولكن اللي عنده الوقت اكثر باش انه ياخذ القرار باكثر سهوله هو حكم الفار، لانه في الملعب وقع كنقولوا بانه قرار خاصو يتخاذ على ارضيه الملعب، ولكن حكم الفار عنده الكاميرا، عنده الوقت، عنده بزاف تاع الامور، بزاف تاع الوسائل اللي غتخليه انه ياخذ قرار بكل شفافيه وبكل وضوح، ويعطي الحكم فرصه ثانيه انه يجي وياخذ القرار الصحيح بالاعلان على ركله الجزاء. تحيه لك سي رضوان.